المنافس بتاعي شايل طين على دماغه ودماغ اللي جايبينه، وبيخسر وبيتعادل، ما خدش غير 5 نقط في 4 ماتشات. المنافس التاني بتاعي شايل طين على دماغه ودماغ اللي جايبينه، وبيخسر من طوب الارض وبيتعادل، ما كسبش غير ماتش الاهلي وماتش قبله. انا بقى، انا كزمالك موعود بالعلوئيه، يعني انا موعود باللعيبه العلقه، انا موعود باللعيبه اللي تجلط البني ادمين وتحرق الدم. يا ابني انت وادي دجله طالع من الدرجه الثانيه. يا حبيبي انت خسرت نقطتين قدام المقاولين، خسرت 3 قدام وادي دجله. انا لازم اشكل عشان الناس ما تزهقش. شوف يا جماعه، الفرق اللي طالع من الدرجه الثانيه ندي 1-2 وندي 1-3 وندي 1 نقطه وننقط الجماهير وننقط اللعيبه وننقط الجهاز وننقط الدنيا كلها. ليه؟ انا ما اعرفش. يا عم من امبارح عاملين نحفل على الاهلي والمركز ال 12 وانزل بالاسانسير، ولو معاك 13 برو ماكس مش هتشوف الثاني عشان هم ال 12 برو ماكس مش هيجيب، وانتوا بقى الزمالك خسر من وادي دجله. بس عايز مني حاجه ثاني؟ اقفل بقى الفيديو واطلع بره. خسر من وادي دجله درجه ثانيه، كسبان 1-0 في اول 10 دقائق من غلطه، ضغط على الكوره وجايب جول. كمل كمل، ابوس على ايدك، كمل كمل واضغط وسجل. انما ازاي انا كلاعيبه زمالك لابس تيشيرت الابيض عليه لوجو نادي الزمالك، الجماهير بتشجعني في الاستاد، طلعان ميتينها في المواصلات، انا ما احرقش دمهم ليه؟ لما المنافس بتاعي يقع ويحصل عنده خراب والمدير الفني يمشي ومفيش استقرار واللعيبه بقى بيتقلها من الجماهير بتاعتها، اذا كان البالونه ولا زيزو ولا غيره، ويتقال له انت بالونه، انت جاي عشان العرضيات، والناس بينتقدون بعد الماتش ولاعيبه على ما فيش رجاله، وانا لعيبتي لازم ترجعهم. بشجع العرف ان انا لعيبتي لازم ترجعهم. ومش انا اللي خسر امبارح، لا اللي مش غالي على دماغي اللي جايبينه امبارح، انا ما كنتش على دماغي اللي جايبينه النهارده. ليه؟ عشان اللعيبه قسما بالله ما فيها راجل في الملعب. ناصر ماهر يا اخي على التاريخ ضغط وجبت جون، وليد الدباغي ضغط على مو، المهم الكوره جات لك وجبت جون والدنيا تمام وزي الفل. ما عندكش بربع جنيه استمراريه، ما عندكش بربع جنيه استمراريه. لازم كل كوره لازم كل كوره تمعلق فيها، لازم كل كوره يا حبيبي انت رحت يا بابا انفراد، يعني واحد الكره اتصدت من واحد فرجعت لك، شوت شوت يا اللي تتشكك، شوت. لا لازم ارقص 1 2 3 واعملها كده كده. بص استنى اعملها كده. زيزو تريزيجيه ما جابهاش هناك، انا بقى عايز اجيبها هنا. ما تلعب عدل يالا، ما تلعب عدل، ما تلعب راجل، اكسب. انتوا عملت شيكو بنز عمال يرقص يمين وشمال ويمين وشمال ويمين وشمال وعايز يجيب جون شكله حلو عشان يعرف يتعرج للجمهور والجمهور ينده له. يا بابا اكسب يا حبيبي، اكسب وبعد كده تمرقع براحتك. هو انا لازم لعيبتي تبقى مراقيع؟ ده شرط يعني في الحياه ان لعيبتي تبقى مراقيع؟ ده واجب عليا يعني؟ مكتوب لي في القايمه بتاعت الجواز بتاعت نادي الزمالك بجماهيره، او نادي الزمالك بالحيطان بتاعته. جورج ميزرباغ ده لما اتجوز مراته كتبها في القايمه كده ان انا مالك نادي الزمالك، او انا اللي عملت نادي الزمالك، انا اللي انشاته. ففي القايمه بتاعت مراتي ان انا لازم كل عيلتي خوالات مراقيه. ليه طيب؟ ليه هتجننوا الناس ليه؟ طلعتوا الناس عن شعورها، طلعتوا الناس عن المله، استغفر الله العظيم. الناس اتضايقت بسببكم، ناس حزنت بسببكم. من امبارح الزمالك فرحان. يا اخي الاهلي دخل في دوامه، كمل عليه، ما هو هيطلع منها هيدوس على وشك. طب ما تكمل وتكسب، عشان حتى في ماتش الاهلي لو داس على وشك تلاقي نفسك لسه اول دوري. طب ما تكمل، كمل زي. انما انت قسما بالله ما في لاعب راجل. عمر جابر ناشئ عنده 33 سنه، احنا هناخد اللعيبه واحد واحد، تعال نقيم بقى اللعيبه دي في الاخر. مفيش صفر، خرا على دماغهم ودماغ اللي لبسهم تيشيرت نادي الزمالك، عشان مفيش واحد عنده احساس بالجمهور اللي واقف بره، عشان مفيش واحد عنده احساس باي حد في الشغل سايب شغله عشان بيتفرج عليه، عشان مفيش واحد فيهم. يا باشا انت هتحاسبه ليه؟ ده راجل مليونير. في الاهلي في ملياردير، ده هنا مليونير عادي برضه فئه اعلى من فئه الجمهور. احرق دمي ليه واحرق في الجسم؟ اجري؟ انت عايزني اجري واعمل سبرنت والعب راجل واجيب جون؟ ليه اتجنيت؟ يجي لي شد ما اعرفش اروح الساحل، السفر بيخلص مني في توقف دولي، فانا لو الناس اللي رايحه المنتخب يلا مع السلامه، وانا هقعد لي اسبوع في الساحل.
مستر فتوح عامل ايه؟ وحشني والله. شفناكش بقالنا كتير غير الماتش اللي فات، يا ريتنا ما شفناك. عامل ايه يا حبيبي؟ كويس؟ خالك خف؟ الحمد لله. طب كويس، الحمد لله ان هو خف. الجول التاني غلطه منك يا فتوح بيه. تعرف كده ولا ما تعرفش؟ حضرتك تعرف كده ولا ما تعرفش؟ حد يقول لي هو يعرف كده ولا ما يعرفش؟ لاعب مش منضبط تكتيكيا بمكانه، لاعب مش ما عندوش قوه بدنيه، لاعب مش منضبط اخلاقيا خارج الملعب. بيلعب ليه؟ انا اقول لك بيلعب ليه. عشان بيدي كوبري، فبيطلع الجماهير تهلل له. احنا عندنا احرف لاعب كوره في مصر، وشيكابالا لما سالوه مين احرف لاعب في التدريبات قال لهم فتوح، فالله فتوح الله فتوح يلا فتوح احسن باك شمال في القاره واحسن. زهقتوني. اقسم بالله العظيم احنا جمهور ما بيتعلم. اقسم بالله احنا جمهور ما بيتعلم. بتضحك على ايه؟ يعني ايه اللي عاجبك بتضحك عليه؟ اقسم بالله احنا جمهور ما بيتعلم. عشان لعيبه ما عندهاش دم. مش هغلط بقى تاني. لعيبه ما عندهاش دم، ما عندهاش بربع جنيه حميه. يا بابا انت يا حبيبي يا حبيبي، الملايين اللي انت بتاخدها دي مش معناها انت احسن من غيرك خالص. الملايين اللي لعيبه الاهلي بتاخدها دي مش معناها ان احسن من غيرها خالص. معناها ان انت ربنا كتب لك رزق فخدته. لكن كل لعيبه شبه بعض. في وادي دجله اهو الدرجه الثانيه، اشهر واحد فيهم محمد عبد العاطي. واحمد عبد العاطي كان بيلعب بقاله 10 سنين في وادي دجله. عادي يعني. كسب الزمالك. النادي الاهلي اللي راح جاي بيلطش فيه عادي يعني. كل الفرق بتكسب الاهلي وتعادل مع الاهلي دلوقتي. كل الفرق بتكسب الزمالك وتعادل مع الزمالك دلوقتي. فانت لما تكون بتاخد ملايين في نادي الزمالك او في النادي الاهلي، خلينا في الزمالك دلوقتي، ربنا كتب لك رزق معين في مكان كويس، غيرك يتمنى يجي له التيشيرت الاصلي هديه من حد. ده ساعتها بقى انت تعمل ايه حضرتك؟ الطبيعي تتقي الله في اكل عيشك، تتقي الله في الجمهور اللي قاعد بيشجعك صوته اتنبح. والدقيقة 95 والحكم عاطي 7 دقايق وهجمة مرتدة لوادي دجلة ونادي الزمالك، الجماهير عمالة تشجع. يما الجماهير بتشجع. ويلا زملكاوي، اوليه اوليه يلا زملكاوي. وفاضل دقيقتين نمسك السهم والقوس ونقعد نعمل كده، والزمالك نادي الملوك والابطال. يا عمي زعق لعيبتك وفوقها. يا حبيبي فوق لعيبتك. يا بابا شايفهم بيتمرقعوا من الشوط الاول، هين اللي جايبين اللي بيتمرقع فيهم. انت موجود بتشجع ليه؟ ما انت بتشجع النادي، التيشيرت الفالنه دي، مش بتشجع لاعب. شايف لعيبه بتتمرقع ولاعيبه عماله تلف حوالين نفسها، وكل واحد فيهم عايز يجيب جون شكله حلو. مش مشكله، مش مهم نضمن النتيجه، لا نضمن المكسب، نضمن الفوز. انتوا مجانين. لا طبعا. انا مش جبت جون، ما جبتش جون. طب عايز تجيب جون، عايز جون شكله حلو. طب ما ينفعش تجيب جون عادي تكسب ب3 نقط، لا عايز تجيب جون حلو بس. طب ما تجيب جون عادي نكسب ب3 نقط بعد كده جون حلو وتمرقع براحتك. لا انا عايز جون حلو عشان يتحط تيك توكايه، ياخد تيك توكايه كده وينزل، وناصر ماهر الاسطوره. طب ما تلعب يا عم المدرب، انت بتنام مهاجمين من بدايه من نص من بدايه الماتش، نزل ناصر المنسي ونزل عدي الدباغ وخلي عبد الله السعيد هو رقم 6. ما هو لعيبه مع جوزيه جوميز طالما انت ما عندكش دونجا مصاب وشحاته مصاب. لا انا هلعب سيف جعفر رقم 6. طب سيف جعفر انت عملت حاجه في نص الملعب؟ لا كنت بتمشى. طب ليه انت كبير مثلا عندك 40 سنه، عبد الله السعيد كان بيجري وانت لا؟ لا انا عندي 22 سنه لسه ناشئ. خرا. قسما بالله خرا. الونش انا بشوفه من ارجل لعيبه مصر. انا ماليش دعوه باللي هو عمله في التجديد، اصلا ما دام الاداره ارتضت وجددت له فهو لاعب من عندي، فانا هدعمه لما يبقى كويس، هحاسبه لما يبقى وحش. ما يخصنيش بقى اللي حصل في التجديد ايه ساعتها. فتعالى نمشي واحده واحده. الونش قبل الماتش ده الزمالك ما كانش داخل فيه غير جون واحد بغلطه من الونش، وانا اول واحد قلت ساعتها يا جماعه ما ينفعش حد فينا يحاسبه ولا حد يلومه، لان الراجل جون غلطه. هو الراجل ما كانش يقصد، اكيد مش هيقصد يجيب جون في نفسه يعني. بس تهورك الزياده عن اللزوم ده يا ونش انت مش هتبطله يا حبيبي. يا جماعه اللي ما يعرفش ان الونش ده كسر ال 30 سنه تقريبا. طب انت هتبطل تهور امتى؟ اوعى ايدك. ما بيتكلم هنا وانت بتخبط عليه بيعمل صوت هنا. هتبطل تهور امتى يا ونش؟ بالراحه بقى قول لي بالراحه يلا. انت هتبطل تهور امتى؟ ليه يا ونش؟ ليه يا حبيبي؟ ليه؟
مالك يا بنتايك؟ حسام عبد المجيد بيه، مالك يا بابا؟ عايز تروح الاهلي؟ عايز تروح الاهلي يا بيضه؟ ها يلا، عايز تروح الاهلي؟ ها عايز تعمل ايه تاني؟ مش عايز تجدد؟ عمر جابر بقى عندك 34 سنه بقى. انت قد صلاح على فكره، صح؟ واكبر من صلاح كمان. ايه؟ هنستفاد منك امتى؟ احنا بقالنا اكتر من 13 سنه في هايل يا عمر. هيجي منك. استمر يا عمر، كمل يا عمر. عمر انت عندك نواقص في الشوط يا عمر، شوط كده. عمر انت بترفع الكرة من غير ما تبص، فينفع ترفع عينك قبل ما تبص عشان تشوف المهاجم بتاعك فين فترفعها له. كابتن عمر التغطيه العكسيه بتاعتك وحشه قوي يا كابتن عمر، ممكن تكمل عليها بعد اذنك وتشتغل عليها. كابتن عمر احنا عارفين انت لسه ناشئ، فالمفروض بس معلش تعالى على نفسك وخلي الاوفر بتاعك يكون مظبوط. لو عملت 10 اوفرات في الماتش الواحد، وطبعا استحاله، خلي منهم ثلاثه بس مظبوطين بعد اذنك ممكن. احنا بقينا 13 سنه او 14 سنه. 13 14 ايه؟ انت كان بتلعب في 2010 تقريبا، 2012 11 ولا 2009. يعني انت بقالك حوالي 15 سنه ابن النادي. بقالك فوق ال 15 سنه من هايل يا عمر. هايل يا ابن النادي. هايل يا كابتن. ايه وبعدين بقى؟ وبعدين مم. اللي هيجي يلوم لي قضيه دباغ همسك فيه. الراجل بيضغط وبيجتهد وبيجري وما بيبخلش بنقطه عرق. هتقعد بقى تمسك لي الاهلاويه؟ يا ريته ما رد على 1907. لا ما تمسكش حد فيا. انا لوم لعيبتي، ما حدش يلومها غيري. ما حدش غيري يتكلم عليهم. ما فيش نادي تاني يتكلم على لعيبتي غيري. لو هو وحش انا هفوقه واديله فوق دماغه. ما ما بيأثرش بنقطه عرق. هو اللي جايب لك الجون الاول النهارده، يعتبر هو اللي ضاغط وقطع الكوره. هو الجون اللي فات بتاع شيكو بنزل لما عملها كده، الجون جامد فشيخ وكلنا قعدنا نطبل. وفيرمينيو الغلابه. فيرمينيو دخل في ساديو ماني وعمل كوكتيل كده، طلعوا لنا واحد اسمر بشعر بيجيب الجون من غير ما يبص. صح؟ صح. وبعدين الماتش ده عمل ايه؟ فرقعها. برضه الجون بتاع شيكو بنزل ده الماتش اللي فات هو اللي كان ضغط وجايب الكوره، وضغط قطع قدام المهاجم وشاط الكوره وجت جايه جون. المدافع طلعها وراحت شيكو بنزل جابها جون. انت محتاج ايه من المهاجم؟ محتاج يجيب اجوان. طب ما هو بيضغط، يعمل اللي عليه، بيعمل فرص، بيحاول. الكوره بتقطع هو اللي بيقطعها توصل لزميله فيجيبها جون. حلو. طول ما هو بيخلق نفسه فرصه يبقى يكمل وهيجيب. اخوان 2000 مالك يا عم؟ اخوان 2000 على فكره بيضغط. يعني هو بيرجع يجيب الكوره وبيضغط عنده قطاع على الكوره وعنده روح على الكوره. بس البدني بتاعك قليل قوي. اول ماتش نزلته عملت 10 دقايق بوم طخ، قلنا برازيلي اسمر برازيلي اصلي. تاني ماتش في اول ربع ساعه بوم رقصت جون ار 2 جامد وترقص العيال يمين وشمال، قلنا برازيلي اسمر رقصه صامبا. بقالك ماتشين مختفي ليه؟ بقالك ماتشين مختفي ليه؟ قول لي كده. طب ايه؟ طب انت هتديني حل امتى؟ لما انا عندي يكون لعيب علوق واقعه، المفروض المحترف بتاعي هو اللي ينجز. ما انا المحترف بتاعي عايز كل كوره يرقص الفريق كله وما يجيبش جون ويفضل رايح جاي رايح جاي رايح جاي ويتمرقع لحد ما تقطع منه. والتاني 160 سم ما شاء الله ربنا يكرمه ويدخل، يعني مش بتنمر على حد. والبدني بتاعه ما فيش نص الشوط التاني بيكون خلص. ادم كايد راجل بيلعب، هو مصمم يلعب وينج، خلاص هو اقتنع ان هو وينج. هو ما بيعرفش يلعب وينج. انا ما اعرفش احكم عليه غير لما يلعب في مركزه. انما انا بنتائج زي الزفت، زي الخرا الموسم ده. خرا. انا بقى عندي محترفين عاملين ايه؟ اطلع بره. انا عندي محترفين عاملين ايه؟ ما عنديش محترفين. المحترف بتاعي في ماتش يبقى عامل فاير خالص ما فيش منه اتنين، في ماتش التاني نايم. عبد الله السعيد الراجل 40 سنه، اكتر وقت محرات في الملعب رايح جاي رايح جاي رايح جاي، مفيش الا عبد الله السعيد في الملعب. سيف جعفر عنده 22 سنه ولا 23 سنه، مش قادر يجري، مش قادر يرفع رجله من الارض. طب وبعدين؟ وبتنزل محمد السيد ليه؟ ما تخلينيش اغير وجهه نظري عنك بالله عليك. مدرب قلنا الجزيري ومش هينزل تاني عشان ما تخلينيش اغير وجهه نظري عنك. لاعب فاضل له في عقده 7 8 شهور يخلص. بيساومك بصفقه غريمك، يعني بيساومك بالنادي المنافس بتاعك. حط رجله في الملعب ليه؟ اصل عشان يلعب بطوله افريقيا اللي مش عارف المحليين ما شاء الله عنه ما لعب.
شال عنه ملاعب يا حبيبي، ولما يلعب انا هعمل بيه ايه يعني؟ ما هو كده كده رايح المنافس بتاعي، انا هعمل بيه لما يلعب. اصل عايز تسوقه وبيعه في يناير؟ نعم. تبيع مين في يناير يا حبيبي؟ هو هيخليك تبيعه في هيخليك تبيعه في يناير؟ هو هيرضى ان هو يتباع في يناير؟ امم ما يروح الاهلي ازاي لو ما يتباع في يناير؟ قول لي يروح الاهلي ازاي لما يتباع في يناير؟ ليه بقى المرقعه الفاضيه دي؟ ليه الوكسه السوداء اللي انتوا فيها دي؟ ما تكسب، كمل الدوري، وكان عندك فرصه تكسب ماتش مش صعب. درجه تانية، فريق لسه صاعد، فاتح خطوطه، بيتنيل يهاجم، بيلعب بيلد اب من ورا، غلط جبت فيه جون في اول 10 دقائق، في اول ربع ساعه، جات لك بعديها فرصه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه عشان تقتل الماتش، وهكذا تفزكوا براحتكم، ما حدش يقول لكم لا. بص اضمن الماتش، وبعد كده اعمل بقى لقطات كتير جامده، ما فيش منها اتنين هناخدها والله ونتشير، واحنا اصلا كده كده بنزيد يعني جيكو مانزا جاب جون وما بصش الجون، والجون فاضي طالعينه السما يا باشا. رونالدينو بعث من جديد، بنخلي بنشوف برشلونه لو محتاجه هاب يمين تفوضنا بقى وتاخد. وميسي الغلابه اللي عندنا ده برضه بنشوف برشلونه لو لامين يامال محتاج له بديل ولا حاجه. احنا جمهور لقطه، وده اللي مزعلني. الجمهور في الدقيقه 95 بيشجع لما يقول لهم فعلا العب برجوله، موت على الكوره، خلي عندك دم، العب بقى يا عم زي ما المنافس كان بيعمل امبارح. ده المنافس امبارح مشى المدير الفني النهارده، جمهور المنافس امبارح اللي مشاه، ده شخر اللعيبه، ما سابش حد، كبير وصغير، طويل وقصير، تخين رفيع، زيزو بالونه، امام مكسور، بن شرقي، عبد الحليم، زيزو ديريجن، تريزيجيه، جاريه، ما سابش حد، ما سابش حد. عشان انا النهارده لعيبتي تنزل الملعب تتمرقع تخسر. سين يا محمد، تنزل الملعب تخسر. سين والله العظيم الواحد قتش، اقسم بالله العظيم الواحد تعب من الفريق ده. فرطنا في البطوله، مش فرطنا في الماتش، لا فرطنا في البطوله، لان انت النهارده في الاسبوع الخامس، لو كسبت تبقى 15 نقطه. الاسبوع الخامس، اه لو كسبت خلاص كنت انت يعني فقدت نقطتين بس من اول الماتش، من اول الدوري، فتبقى ضاغط على الفريق اللي قدامك، مش مديله مساحه ان هو يتنفس، فينزل الماتش بتاعك هو مضغوط علشان يكسبك، عشان يقرب الفارق، فيفتح مساحاته ويفتح خطوطه، وانت المفروض تلعب هادي، لانك حتى لو خسرت كان هيبقى فرق بينك وبينه فوق الثلاث نقط غير الخساره، فده بالنسبه لك هيعمل لك اريحيه كبيره، كان مش هيمثل عليك اي ضغط خالص. فدلوقتي هو لو انت نزلت ماتش الاهلي خسرت، الاهلي يركب الدوري. يعني بعد كل اللي احنا بنعمله ده، كل اللي هم بيعملوه ده، في اول 5 ماتشات، في اول 5 ماتشات في الدوري، الاهلي لعب 4، كسبان ماتش، تعادل 2، خسران 1، في الاخر يكسب الدوري. ده انتوا تبقوا لعيبه ما عندهاش دم بجنيه، بجنيه. انت الفرق بينك وبين الاهلي كده قد ايه؟ عمال يلعب الماتش المؤجل بتاعه او اللي هو الباي بتاعه، يا صلاة النبي، يبقى فرق بينك وبينه نقطتين. هو لو كسب يبقى فرق بينه وبينك نقطة. طب ليه؟ طب ليه يا صاحبي؟ طب ليه يا صاحبي؟ حرام عليكم والله العظيم. تعالى بقى نخش على تقييم اللعيبه كده والراحه، عشان هي مش ناقصه وجع قلب ومش ناقصه خنقه. قاعد اعمل كوبايه قهوه ورجع تاني بالراحه. بقى تقييم لعيبه نادي الزمالك في مباراه وادي دجله: محمد صبحي 5/10. ما يسالش عن اي جون من الاثنين، افرد بس ايدك يا صبحي شويه، بلاش الشناوي يبقى يعني، مش عايزين الشناوي بتاع النادي الاهلي يبقى خلاص هو قدوتك في الحياه. بتميل ليه على ركبك وانت بتصد الكره الاولانيه، الجون الاولاني؟ بس برضه هو شال كور، ما اقدرش الومه. انا ما انا بقى الكره بتروح لصبحي، لما يجي يبص الكره برجله قلبي بيبقى بص بيقع في الارض، بس ما اقدرش الومه النهارده. محمد صبحي 5/10. بنتايج، مالك يا صاحبي؟ مالك يا صاحبي؟ انا فهمتك مليون يورو يا صاحبي، وصلنا فيك خير بقى، واول ماتش في الديربي ما كانش فيه منك اتنين،
وقهر الاهلاويه ومفتك الزملكاويه، وعادي ما فيش منك اتنين في المحلويه. مالك يا صاحبي؟ مالك والله؟ 2 من 10 انتهى. الونش متهور من 10. اللي بعده حسام بيه عبد المجيد باشا، عايز النادي الاهلي من 10. طب ما تجرب تلعب باللي انت جايبهم دول. انت جايب واحد ب 50 مليون جنيه، التقديمه بتاعته كان فيها اسف على الخطيب رئيس النادي التاني. جرب تلعب بيه يمكن يطلع حلو. جرب يا سيدي، هتخسر حاجه؟ هتخسر اكتر ما انت خسران يعني. اوريك الورقه انا كاتب فيها ايه على التقييم اللعيبه دي، تجيبوا لنا الكلام. ماشي. عمر جابر ناشئ من 10. سؤالنا كده اهو لسه. هلا عمر، هلا كابتن ابن النادي، برافو عليك. ماشي. ناصر ماهر فزلكه من 10، مرقعه من 10، علوقيه من 10. قدامك فرصه واثنين وثلاثه تخلص الماتش، فرصه واثنين وثلاثه وعشرة. لعيبه بارده اقسم بالله ما بتحس. سيف فاروق جعفر، سيف فاروق جعفر، انت عندك كام سنه دي؟ انت يالا انت مسنن؟ هو انت مسنن وتضحك علينا؟ انت بتشتغلنا يعني؟ انت مسنن؟ شد في عضله رجله من 10. يلا يلا بلا قرف ارمي. وجاي مشي سابنا وراح بيراميدز ورجعناه تاني، ومفيش كرامه ب 2 جنيه وقرف. عبد الله السعيد 6 من 10. بس يا عم عبد الله بالله عليك يا جدو اقول لك على حاجه. انا كلاعب، المايك، المايك، انا كنادي الزمالك جددت لعبد الله السعيد وعنده 40 سنه علشان يديني في الحته الهجوميه. النهارده انا عارف انك مثلا نزلت 6 كتير، انا طبعا البيل اللي قدامك الناشئ اللي عنده 23 24 سنه صفر وجفر مش بيرجع، لكن انا ما بشوفكش السنه دي في اي لمحه في اللمحات الهجوميه خالص يا عم عبد الله. اكيد مش هنتكلم معاك الماتش، انت الماتش ده كان اغلب شغلك دفاعي يعني. يعني شو ممكن تشد حيلك شويه، ممكن تديني اللمسات اللي انت جددت عشانها سنتين ولبسناك لحد 42 سنه بعد اذنك، لو مش هنتعبك يعني. حبيبي يا عم عبد الله، حبيبي تسلم لي. شيكو بنزا، طب ده اقول ازاي انا كده. ساديو ماني من 10. يا عم انت، يا عم يا عم انت، يا عم الله يبارك لك لما بتجيب اجوان وبتقعد تترقص بنحبك. يا عم ما تترقصيش في الملعب زي فرق علوز، الله يبارك لك برجلك الطويله دي على الفاضي. 2 من 10. اخوان الفينا 4 من 10 على الضغط اللي بتضغطه وترجع تجيب الكوره. مش 4 من 10 كافاده فريقه، لا، 4 من 10 عشان بترجع تجيب الكوره، بتعمل واجبات الوينج بتاعتك الدفاعيه. انا عايز الهجوميه بقى، البرازيلي بقى، الحواري بقى، البرازيل بقى، وكرة الشراب بقى، وسابع اكتر لاعب في العالم عامل مراوغات بقى. تقفلوناش بقى، اتعشمنا فيك خير، قلنا فار بدلناه باسد. ايه لسه شبل؟ وده الدباغ 5 من 10. بيضغط، بيدخلش، عنده مجهود بدني كويس، بيحاول على كل كوره، لسه ما مشيتش معاه. طالما هو بيعمل اللي عليه انا مش هنتقده، بيعمل اللي عليه انا مش هتكلم معاه. ما بيعملش اللي عليه هياخد فوق دماغه. هو الراجل بيعمل اللي عليه، احنا نلومه ليه؟ نلومه ليه؟ ما نلوموش. عشان ايه؟ عشان ما عندوش، شايل طين على دماغه. طيب رساله بقى، خلصنا تقييم اللعيبه. امسك يا عم امسك، بلاش قرف. خلصنا بقى تقييم اللعيبه، تعالى بقى بالراحه خالص اداره نادي الزمالك. انا تغييرات المدرب ما بتبقاش عجباني، بعض من قرارات المدرب في ادارته للمباريات مش عجباني، انما هتقلد لي النادي الاهلي وتمشي لي المدرب الصبح، هفشخ الاداره واحد واحد. هو سيب عندك استقرار مره لوجه الله، خلي في استقرار طالما الناحيه الثانيه مكركبه. حتى لو انت خسرت اقفل على فريقك، اعمل لهم خصومات بينك وبينهم، واقفل على فريقك زي الفل، شد لعيبتك بينك وبينهم. مش عايز اسمع بكره ان في خصومات على اللعيبه، لا، اعمل خصوماتك بينك وبينهم، اقفل على فريقك، شد لعيبتك. الصفقه الجديده اللي جايه مصابه دي، شوفها مصابه ليه؟ يا عم جون ادوارد انت جايب لاعب مصاب ليه؟ حاسبه. محمود جهاد ده اللي من السنه اللي فاتت مصاب، وانت يا عم مضروب بالنار في رجلك.
النهارده بلعب من غير سته ليه؟ محمود جاي ده مصاب بقاله سنه، يلعب شد عضلي. احمد ربيع ده جاي لي مصاب ليه؟ هو في ايه بالظبط؟ باشا حاسب اللعيبه دي مقصره فين؟ اللعيبه اللي مضيها خروجات وفسح دي وما تتمرنش كويس دي مقصره، ما الاصابات دي معناها ان انت ما بتتمرنش كويس، دي اصابات عضليه مش قدر الله كسرت ولا صليبي عشان نلوم ارضيه ملعب ولا نلوم مثلا حمل زياده. دي اصابات عضليه، يعني انت مش عارف تعمل حملك. ما انت عندك 40 سنه اهو ما شاء الله الله اكبر، ادي الخشب ما حدش يتكلم. عبد الله سعيد بيجري في الملعب 90 ساعه اهو في الدقيقه. محمود جاد من السنه اللي فاتت جايبينه ب 25 مليون جنيه او ب 30 مليون جنيه كمان، بقاله سنه بيتعالج عندنا سنه. ليه يا حبيبي؟ مضروب طلقه في رجلك. احمد ربيع جه لعب ماتش ودي اول 10 دقائق اصابه، شكرا ركن بقى على كده. هنربي شهداء جداد. علي فتحي مشي هنجيب شهداء جداد، يا رب يرجعوا قبل نهائي افريقيا عشان احنا زهقنا. احنا مستنيين علي فتحي يرجع من 2015، انت متخيل؟ من 2015 كان بيلعب رمزي خالد باك شمال ضد صن داونز في النهائي. طب ايه طيب؟ ايه؟ بلعب بسيف جعفر ليه انا رقم 6 وانا عندي 4 6 في الفريق؟ ايه؟ استني بقى مني انا ايه بقى في الاخر؟ اطبطب على اللعيبه؟ واصل انت بتاع ريتش وانت اللي بتهد الفريق. واحد انا كان لسه عندي 138 مشترك، واحد بيقول انت الاجنبي اللي بيهدوا الفريق. انت مجنون يا ابني، انت مجنون يا حبيبي، تعبيط يا بابا. عندي مدير رياضي باشا، اخصم لي بعد اذنك اللعيبه اللي بتتمرقع. باشا بعد اذنك طلع لي محمد السيد ده بره السكور خالص، ما يشمش الملعب، ده راجل مش هيجدد ولما بينزل بيتعالى على الكوره. باشا بعد اذنك قعد لي حسام عبد المجيد بره ما دام مش هيجدد ومش مركز في النادي، ومش مركز مع اللعيبه ومش مركز في اكل عيش ومش مركز مع النادي اللي جايب له اكل عيش والشهره دي. وخليها تعرض عليه الفلل وتعرض عليه العربيات وتعرض عليه المقدمات العقود وتعرض عليه بالدولار. قعدوا لي على جنب. باشا عرض فتوح للبيع في يناير وبيعه، لو جاب لك مليون جنيه مش مليون دولار بيعه، والله انت الكسبان. هتوفر 20 مليون جنيه من مرتبه، وهتشيل يا اخي سرطان في الفريق ترميه بره. قلناها يا جماعه في بدايه الانتقالات، يا جماعه ما عندناش باك يمين غير عمر جابر. لو اداؤه وحش، لو مستواه وحش، لو لا قدر الله اتصاب، لو اتوقف عن المباراه ولا اتنين، هتلعب بمين؟ ما كانش عندك غير الزناري وطلعته اعاره. يا عم هات لي باك يمين محترف حلو عليه القيمه. الشيبي في بيراميدز بيعمل 20 عرضيه في الماتش، منهم 21 صحيحه. يعني انا عندي فتوح باك شمال وعمر جابر باك يمين، والونش متهور ومحمد صبحي متردد وحسام عبد المجيد مش مركز وحسام اشرف مش عارف ايه، وعبد الله السعيد بيدافع وبنتايج ما بينام وشيكو بنزا بيتمرقع والفينا قصير وده دباغ مش ماشيه مع ايه يا عم؟ ايه يا سيدي انت وهو؟ ايه يا مولانا؟ احنا ناقصينكم؟ ما صدقنا الفريق التاني وقع يا اخي، شدوا حيلكم يا اخي، خلي عندكم دم. انتوا ما عندكمش دم بنص جنيه. ما تلعب وتدوس وتضغط على الفريق الثاني، خلي هو يبقى عنده. ما انت بتكسب الماتش اللي فات، هو كان متعادل الماتش اللي فات، انت كسبت، هو اللي الماتش اللي بعده مضغوط خسر. بيرجعوا بقى للحياه. باشا تعالى خد حته بسبوسه عليها اشطوطه كده من عند بلبن، نحط لك عليها فستق ونحط لك عليها بندق، نحط لك عليها جوز الطيب، ونجيب الطيب نفسه نحطه من تحت ونطلع اللي تحت. ايه يا عم؟ ما تكسب يا حبيبي، يا حبيبي شوت يا بابا، الجون قدامك فاضي، يا ناصر ماهر شوت. واللاعب من دول يجي يجدد يحط رجل على رجل، وانا عايز 700 مليون دولار وعايز 7000 مليار جنيه وعايز عربيه في الساحل تكون متنقله موجود عليها فيلا من فوق، والجمهور بتاعي في الدقيقه 97 وخسران 2-1 بيشجع اللعيبه، بيشجع اللعيبه. وكلمه بسبع حروف بتهز كياني، والله بتهز كياننا كلنا، والله بتهز كياننا كلنا يا حبيبي، والله بتهز كياننا كلنا والله العظيم. بس وقت النقد انتقد ودوس على دماغهم. انت كنت ساكت لهم في الاستاد ليه؟ انت صاحب النادي مش هو اللي بيلعب.
هو سنه والتانيه وبيمشي بره وممكن يروح الغريم بتاعك عادي. تعبتونا والله العظيم، اقسم بالله العظيم تعبنا. الصحه 9، السن 29 30 والصحه 60 بسببكم. سلام.